أهلا بيكم في قناة ملخص أفلام 2025. قبل ما تشوفوا حكاية فيلم النهاردة اللي هتبدأ برحلة بحرية تتحول لكابوس وتشوفوا قاتل مهووس بالقروش بيطعن أصحابه ويرميهم في المية، اشتركوا في القناة دلوقتي وفعلوا الجرس عشان ما تفوتكمش أي قصة هتجننكم. مستعدين؟ يلا بينا. فيلمنا بيبدأ مع واحد اسمه جريج ومعاه صاحبته هيزر، وحبوا يطلعوا رحلة في البحر، وفعلا بيروحوا على المينا وهناك بيقابلوا شخص اسمه باولو وبيقول لهم للأسف النهاردة مفيش رحلات، وبيلاقوا تيكر داخل عليهم بالرغم إنه كان أجازة. فبيقول لهم باولو ده حظكم النهاردة. وبعد شوية جريج بيقول لتيكر إنهم كانوا حاجزين في مركب تانية بس راحت عليهم نومة، فقالوا يجوا المينا ويجربوا حظهم. فبيقول لهم تيكر يعني معنى كده إن محدش عارف إنكم طالعين معايا. فهيزر لسه هتبرر بيعرفها إنهم رايحين رحلة مع أسماك القرش، هتطلعوا ولا إيه؟ المهم في النهاية بيوافقوا وبيروحوا معاه وبيتحرك بيهم تيكر، وفي الطريق بيحكي لهم قصته وإنه لما كان عيل صغير كان بيلعب في المية بلوحة تزلج وهجمته سمكة القرش الأبيض وإنه فلت منها بمعجزة، ومن يومها وهو حب اللعب مع أسماك القرش. فبتقوله هيزر إنها لو كانت مكانه ما كانتش جات ناحية المية تاني. المهم بيطلب منهم يدخلوا عشان يجهزوا نفسهم، وأول ما بيجهزوا هيزر بتجيلها حالة خوف جامدة، فبيفضل تيكر يهدي فيها وبيعرفها إنها هتكون في أمان، وبيقول لهم يعملوا شهيق وزفير، لأ وكمان بيقعد يغني معاهم بيبي شارك لحد ما هيزر بتهدى خالص وبتفضل ترقص معاه، وبينزلوا جوه قفص حديد والمنظر كان مرعب وهيزر كانت مرعوبة، وده لأن القروش كانت حواليهم من كل ناحية. بس بعد شوية بدأت تهدى، وبعد ما المدة بتخلص بيطلعهم تيكر وكانوا مبسوطين وفرحانين قوي، لدرجة إن جريج بيقوله أنا هفضل أحكي على الرحلة دي لأحفادي. وفجأة بيطلع تيكر من جيبه السكينة وبيضرب بيها جريج وما بيلحقش يحكي لأحفاده، وبعدها بيحدفوا في المية وهيزر بتفضل تصرخ، بس طبعا ولا أي حد هيلحقها، دول في نص البحر. وتيكر المجنون ده كان مبسوط وبيقول لها أهلا بيكي في المركب بتاعتي، ومحدش عارف هيعمل معاها إيه هي كمان. وفي الناحية التانية كانت زفر في السوبر ماركت، وكان في واحد بيدور على وصلة كهرباء للعربية بتاعته، وأول ما بتطلع من الماركت بتطلع الحاجات اللي سرقتها من الماركت ومحدش حس بيها، بس بتلاقي الأخ ده في وشها ولسه بتقوله معيش وصلة. بيقول لها انت مفيش قدامك حل غير انك تساعديني، والا بقى هدخل اخليهم يراجعوا الكاميرات واكيد هتترمي في السجن. فطبعا بتاخده معاها عشان تساعده، وفي الطريق بتقوله ان ستايل لبسه قديم قوي، يعني القميص والكرافتة ايه ده؟ فبيقول لها اصلي شغال في مجال العقارات ودي هدوم الشغل. وبيوصلوا لمكان العربية وبتديله الوصلة، وبعد ما بيشغلها بيفضلوا يتكلموا مع بعض شوية، وبيعرف موزيس إنها بتحب تعوم في منطقة سنابل روكس، وبيفضل يديها بقى تعليمات للسباحة في المنطقة دي، وبيفضلوا يحكوا عن نفسهم شوية والكلام بياخدهم، وبيبدأوا الإعجاب نظرة على همسة على لمسة، وطبعا آخرة الإعجاب بينتهي بسهرة في البيت. ولما بيسألها إيه سر حبها في التزلج بتقوله إنها بتحب حياة البحر لأنها دايما وحيدة. وتاني يوم موزيس بيقوم يجهز الفطار، بس بيتفاجئ إن زفر أخدت بعضها ومشيت من غير لا سلام ولا كلام. في الوقت ده كانت بتركن العربية وبتنزل تتمشى جنب المينا، وهناك بيقابلها تيكر وكانت بتدور في عربيته على مفتاح عشان طالبة معاها تنزل المية بالليل. فبيقول لها اوعي تخافي وتيكر موجود، وبيديها المفتاح وبياخد بعضه وبيمشي. وبيجيلها رسالة من موزيس إنه زعلان عشان مشيت من غير ما تتكلم معاه حتى، وبيعرف منها إنها ناوية تنزل المية بالليل ولسه بتكتبله عشان يجيلها. بيجي تيكر من وراها وبيضربها وبياخدها معاه على اللانش بتاعه من غير ما حد يشوفه. وتاني يوم الصبح بيوصل موزيس لمكان عربية زفر وبيفضل يرن عليها بس طبعا ما بتردش. في الناحية التانية كانت زفر في اللانش وكانت متربطة، وأول ما بتفوق بتلاقي هيزر قدامها وكانت متربطة هي كمان في السرير، وبتفضل تصرخ وكانت عاوزة تعرف هي هنا ليه. فبتقول لها هيزر كفاية صريخ محدش هيحس بينا. أما تيكر كان قاعد بياكل ولا كأن في أي حاجة حصلت، وزفر كانت عمالة تدور على أي حاجة تفك بيها نفسها. والصدمة بقى لما بتلاقي أسامي الضحايا اللي قبلهم، وبتسأل هيزر انتي مالكيش حد يحس بغيابك؟ قالت لها تيكر خلص على حبيبي ورماه في البحر، وبتفضل تحكي لها تيكر عمل معاها ايه هي وجريك. ونروح بقى لموزيس اللي كان عمال يدور على زفر وبيشوف عربيتها وهي المرور بتسحبها من على الطريق، وبيروح يبلغ في اسم الشرطة إن زفر مختفية.
بس للأسف المحقق بيقوله إنهم كان لازم يسحبوا العربية، وبيعرفوا إن الأشخاص اللي زي زفر دول فجأة بيظهروا وفجأة بتختفي، لأن معروف عنها إن العربية دي بيتها، بتنام وتصحى وتتفسح فيها. ولما المحقق بيسأله أنت تعرفها من إمتى؟ قال له من يوم واحد بس. ولما بيسأله على بيتها بيعرف منه إنه مش عارف غير اسمها وبس. وفي البحر كانت زفر عمالة تحاول تفك نفسها، وبتفضل تحكي لهيزر إنها وحيدة وملهاش حد. وشوية وبتسأل زفر انتي إيه اللي جابك استراليا؟ فبتقول لها أنا جاية عشان التزلج، وحبيت برضو أغير المكان وأشوف ناس جديدة، لأن من الآخر كده ماليش حد ولا ليا عيلة. وبيفضلوا الاتنين يتكلموا مع بعض. وشوية وبتاخد زفر من هيزر الحديدة اللي في هدومها، وبتفضل تحاول تفك الجنزير بيها. وأول ما تيكر بيدخل عليهم كل واحدة بتلتزم مكانها، وكان جايب لهم معاه أكل عشان ياكلوا. وشوية وبيقول لزفر انت شخصيتك عاملة زي الحية، بس احنا الاتنين فاهمين بعض كويس. وكان عمال يقرب منها وبياخد بعضه وبيطلع وبيمشي. وفجأة بيفتح عليهم الباب تاني، أتاريه كان عشان يشوف زفر بتعمل ايه. فبيقول لها مش قلتلك انت زي الحية؟ وبياخدها معاه على سطح المركب عشان تشوف اللي هيحصل. وكان مجهز الكاميرا ومربط هيزر بالحبل، وبيقول لها بذمتك مش هنفع ابقى مخرج كبير. وبيعرفها انه بيرجع للشط بس عشان ينقي الضحايا بتوعه. واول ما بيحس ان القروش بدأت تتجمع بياخد خصلة من شعر هيزر، وبتفضل زفر تصرخ عليه عشان يسيبها. بس للأسف بيبدأ يحرك الجنش عشان ينزل هيزر المية، والاتنين عمالين يصرخوا من الرعب. فبيعرفهم ان اكتر حاجة بيحبها انه يشوف الرعب في عيون البشر، وان اللي بيعمله ده متعة. واول ما هيزر بتنزل في المية بيبدأ يصورها، وفجأة بيهجم القرش وهي عمالة تصرخ. بتفضل تتوسله انه يرفعها بسرعة، بس ولا هو هنا، وكان عمال يصور فيها. واول ما بيخلص عليها القرش بيقول تيكر لزفر الدور الجاي عليكي، جهزي نفسك بقى. وبياخدها وبيرجعها الأوضة، وما كانش قدامها غير إنها تكتب اسمها على الحيطة هي كمان. وفوق كان تيكر عايش حياته عمال يرقص ويغني. وتريه بقى بياخد من كل ضحية خصلة شعر عشان يحطها مع شريط الفيديو بتاعها، وبيحط الشريط في الدولاب بتاعه اللي كان مليان. وفي الناحية التانية كان موزس قاعد بيعوم على الشط، بس زفر ما كانتش رايحة من باله، وكان عمال يفكر فيها. وفي المركب زفر كانت مربوطة، وأول ما تيكر بيدخل عليها بتقوله إنها مش هتكون من ضحاياه. فبيقول لها إنه كده بيحافظ على النظام البيئي، أصل القروش دي لو ملقتش أكل أكيد هتنقرض، وطبعا ده ما يرضيش حد. يرضيك إن البحر ما يكونش له كبير؟ وهنا بقى بتقوله زفر انت واحد مريض، ومن الآخر شكلك كده حبيت واحدة وبعتك، عشان كده عاوز تخلص على كل الستات. وبتفضل تديله في جنابه، وبتعرفه إن هو ولا حاجة، وإن هو مجرد دودة بتحاول تعيش وسط الوحوش. بس أول ما بيحس إنها جت على الجرح بزيادة بياخد بعضه وبيطلع وبيسيبها. ولما طلع كانت عمالة بتحاول تفك نفسها بالإيد بتاعة الجردل، والتاني فوق قاعد ياكل سمك ومبسوط، وكان بيتفرج على إنجازاته. وبيقوم عشان يدي زفر حقنة المخدر، بس هي بتقوم وبتضربه في رقبته، وبيقع على الأرض وبيغمى عليه. وبسرعة بتاخد ميدالية المفاتيح وبتحاول تفك نفسها. ولما فكت نفسها ولسه هتاخد المسدس من جيبه بيفوق وبيقوم عشان يمسكها، وبتفضل زفر تقاوم وتحاول تهرب منه، لكن هو فضل وراها وضربها بالحقنة في رجليها. بس برضه بتقاوم وبتحاول تطلع لحد ما بتوصل لأوض التحكم، وفضلت تحاول تطلب النجدة. بس للأسف مفعول الحقنة كان بدأ يشتغل، وأول ما بتشوف مركب من بعيد بتجري عشان تنادي عليهم، بس هو طلع وراها. فبتحاول تبعد عنه، وبتمسك الكاميرا بتاعته وبترميها في المية، وبتنط هي كمان، لكن للأسف بيقدر يطلعها تاني للمركب. وتاني يوم الصبح على الشط كانوا بيدوروا على زفر بسبب البلاغ اللي قدمه موزس. وفجأة بتيجي في دماغ موزس فكرة حلوة، إنه يتصل بمراقبين الأمواج، وبيوصل للفيديو بتاع يوم اختفاء زفير، وبيفضل يدور في التسجيلات لحد ما بيشوفها وهي داخلة المينا بالعربية. وبعدها بشوية بيشوف عربية تيكر ماشية وراها، وبياخد بعضه وبيروح على المينا. وهناك كان تيكر راجع وهو غضبان، وبيقول له باولو ايه اللي رجعك؟ انت مش قلت انك هتغيب اسبوع في البحر؟ قال له اصل نازل اجيب شويه نواقص كده، وطبعا دي مش من عادته. وبيفضل باولو ينادي عليه، وبيعرفوا ان في ناس عاوزه تطلع رحله، وكمان بيعرفوا انه هيدوله فلوس كتير، ولسه هيديه الورقه اللي فيها رقم تليفونهم. التاني بياخد بعضه وبيمشي، وبيسيبه يكلم نفسه. في الناحية التانية بيفضل موزس يحاول يتصل على تيكر، لكن للأسف ما كانش بيرد عليه خالص. وفي الوقت ده بيكون هو وصل السوق،
وبيدخل عشان يشتري كاميرا ومعدات تصوير جديدة. بس وهو راجع في الطريق بيكون موزيس وصل المينا وبيلاقي مركب تيكر على الشط، وعلى طول بيطلع وبيفضل ينادي عشان حد يرد عليه. وفجأة بيسمع صوت تخبيط في المركب، ولما بينزل بيلاقي زفر متربطة. بس في الوقت ده كان تيكر وصل وجايب معاه المعدات الجديدة. وأول ما بيلاقي موزيس قدامه وبيسمعه وهو بيطلب النجدة بينزل فيه ضرب، والاتنين بيفضلوا يضربوا في بعض. ولسه موزيس هيخلص على تيكر بيوصل باولو وبيضرب موزيس بالخشبة، وكان فاكر إنه كده بينقذ صاحبه. بس فجأة بيسمع صوت صريخ، ولسه بينزل يشوف فيه إيه بيروح تيكر ضربه، وبيبدأ يتحرك بالمركب بسرعة قبل ما أي حد يحس بيه تاني. وبيقرر إنه يروح بيهم لمكان تاني بعيد. وموزيس كان قاعد مربوط جنب زفير، وبتفضل زفر تشكره إنه فضل يدور عليها، وبتعرفه إنها فرحانة عشان لقت البطل اللي بتحلم بيه. المهم شوية وبيسألها ليه مشيتي فجأة كده، فبتعرفه إنها كانت خايفة أحسن تتعلق بيه، وعشان كده أخدت بعضها وهربت بسرعة لأنها طول عمرها عايشة لوحدها. ولسه هتكمل بيقول لها موزيس أنا بحبك جدا، وعارف إنك ما شفتيش يوم حلو في حياتك، وعشان كده خايفة تدي ثقتك لأي حد تاني. وبيدخل عليهم تيكر وكان جايب معاه الحبل، وأول ما زفر بتشوفه بتفهم على طول وبتفضل تقوله اوعى تعمل حاجة. بس للأسف فعلا كان بيربط موزيس، وكمان بيربط زفر على الكرسي علشان تحضر الحفلة. وكان باولو مرمي على الأرض ما بينطقش، وبتفضل تصرخ زفر عليه وبتقوله هنديك فلوس كتير بس في المقابل سيبنا نمشي في أمان. بس ده كان ماشي على مبدأ لا أسمع لا أرى لا أتكلم. ويرفع موزيس والقروش بتبدأ تتجمع، ولسه بينزل بيه بتصرخ عليه زفر علشان يعلقها مكانه، وموزيس عاوز يضحي بحياته عشانها وبيفضل يقوله اوعى تسمع كلامها. بس طبعا تيكر ما بياكلش معاه الكلام ده وكمل ونزل موزيس المية. وهنا بقى بتفضل تنادي عليه زفر وبتطلب منه يكون هادي وما يتحركش كتير في المية، وده عشان القروش بتهاجم الفريسة اللي بتتحرك كتير. وفعلا بيسمع موزيس كلامها وبيهدى خالص، والقرش فعلا بيبعد عن موزيس وبيمشي. ومعرفش بقى ده ازاي يعني. المهم بيقرر تيكر يطلعه من المية تاني، وأول ما بيطلعه بيروح ضربه بالسكينة، وده طبعا عشان القروش تتلم على ريحة الدم. وكانت ديفر عمالة تصرخ والتاني ولا هو هنا، وبيقول لها جه وجبة العشاء بتاعتي ولازم بقى أتفرج على فيلم جديد وأنا باكل. وبيقوم منزل موزيس تاني للمية، وفعلا القروش بتتجمع حواليه ولسه هينزله كله بيسمع صوت طيارة بتقرب منهم، فبيقرر يطلع موزيس تاني بسرعة وبيدخل أوضة التحكم وبيفضل مستني الطيارة لحد ما تبعد عنه. في الوقت ده كان موزيس مغمى عليه، وبتفضل تحاول زفير إنها تفك نفسها، وفجأة بيدخل عليها تيكر وكان جايب الأكل وبيقرب من زفر وبيقول لها إن موزيس ده مش شبهك، وإنه معجب بعنادها ودماغها الناشفة لأنها عاملة زيه بالظبط، مش بسهولة ممكن تستسلم. وبياخد بعضه عشان يطلع وبيقول لها الليلة هنعمل أحلى عرض. وبيفضل يجهز في السهرة ويغني للقروش، وأول ما بيرجع ما بيلاقيش زفر وبيلاقي مكانها كله دم. وفجأة بتطلع من وراه وبتقفل عليه الباب بسرعة، وعلى طول هو بيجري على أوضة التحكم، وده طبعا عشان يفصل عليها كل الأضواء. ولسه هتقعد تصرخ بتلمح مركب من بعيد، فبتجري عشان تضرب شعلة طوارئ. لكن في الوقت ده كان تيكر قدر إن هو يخرج، وأول ما بتشوفه بتضرب فيه وبتجري وبتقفل عليه، وبسرعة بتحاول تهرب منه قبل ما يخرج، لكن للأسف بيقدر يمسكها ويسحبها من رجليها، وبتفضل تقاومه وبتضربه وبتطلع تجري. وبيفضل يدور عليها تيكر في كل مكان وما كانش ليها أي أثر في المركب. ولما دور في البحر بيقدر يشوفها، بس ده طبعا مش هيسيبها وبينزل وراها وما بيسيبهاش لحد ما بتوصل للشط، وطبعا بيمسكها وبيفضل مثبتها لحد ما يغمى عليها، وبيرجع بيها تاني على المركب. والمرة دي العرض كان مختلف، وكان موزيس اللي قاعد على الكرسي وزفر اللي متعلقة، وبيرش زفر بالمية عشان تفوق، وبيقول لها إنها عاملة زي سمكة التونة العنيدة. الصيادين دايما بيحبوا صيدها عشان بتقاوم بشدة، وده بيدي متعة أكبر في الصيد. وبيفضل يحكي لهم إن صيدها بيكون صعب ومتعب، بس في الآخر لذة الانتصار عليها بتكون أحلى. وفجأة بيقرب قرش كبير من المركب، وبسرعة بيروح تيكر عشان ينزلها في المية. وموزيس كان عمال يصرخ بس هو ولا همه، وبيمسك تيكر الكاميرا عشان يصور. ولسه هتهجم عليه سمكة القرش بيجري وبيضربها بالسكينة، أصله ما كانش عايز أي قرش ياكلها، ده لأنه كان عاوز القرش الأبيض الكبير بتاعهم. في الوقت ده
بسرعة بتمسك زفير العصاية وبتفضل تبعد القروش عنها، وأول ما بيبعدوا بتتشعبط في العصاية لحد ما بتخرج جسمها من المية. وهو كان مستمتع وعمال يصور فيها، وفجأة بيوصل القرش الأبيض الكبير وبتقع زفير في المية وبتحاول تعوم، بس بيقرب منها القرش الأبيض فبتحاول تهدى خالص وما تعملش أي حركة. وفعلا بيلف من حواليها وبيسيبها وبيمشي، وبتجري تطلع على المركب تاني، وكل ده تيكر عمال يدور عليها في البحر، بس بتيجي من وراه ولسه هيلف وشه بتروح ضرباه جامد وبيقع في المية. وطبعا بيهجم عليه القرش الأبيض وبيخلصنا منه، وكل ده والكاميرا كانت بتصور لوحدها. ولسه زفر بتاخد نفسها، الحبل بتاع المسدس بيلف حوالين رجليها وبيسحبها في المية، بس زفر بتقدر تفك نفسها وبتطلع بسرعة وبتطلع على سطح المركب وبتضرب طلقة الطوارئ. وفعلا بيشوفوها وبتجري عشان تطمن على موزس اللي بيقول لها انه بيحبها قوي. وبيخلص الفيلم على كده. لو عجبتك حكايتنا النهاردة وعايز تشوف أفلام تانية حلوة، دوس لايك واعمل اشتراك في قناة ملخص أفلام 2025، واستنانا في الفيلم الجاي.